السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ايه هتلاقي الأكلات الحلوة دي. يلا يا ولاد نخش على المطبخ النهارده بكل طاقة وباور وحيوية وشوية فوسفور بقى كده يخليكم تنوروا في الضلمة. اه والله وسي فود وبصم. تعالى اقول لكم هنعمل ايه النهارده. انا اديت لكم نبذة بسيطة خفيفة لطيفة ظريفة، ويلا ورايا على المطبخ يا شوكولاته. قومي يا اختي بلا كسل، يلا يا قلبي تعالي. اللهم صلوا على النبي. تعالوا عندنا جمبري اهو، بس هو جمبري يعني من اللي بعيط على امه، بس اهو شغال. يعني ده بايه يعني؟ مش ده ب 100 جنيه ده اللي مش عاجبكم؟ اه ب 100 جنيه يا اختي اهو. شايفين قد ايه؟ بس تصدقوا الراجل لما عرف ان انا عسليه راح طول الكيلو ونص ب 100. اه والله. قال لا ده ليك كيلو ونص يا عسليه. لما انت هندولك ب 100 لا لا لا، وراح عطوني الكيلو ونص ب 100 بصراحه. شايفين؟ حلو قد المصلحه. ماشي. وجبني كمان ايه يا ولاد؟ خالتكم مبروك. اه والله خالتكم مبروك اهي. شايفين؟ ده ابو حسام اللي بحبها بصراحه. هو بحبها ايه موت بصراحه السمكه دي. المهم جبت 2 كيلو اهو. شايفين؟ جبنا 2 كيلو. الكيلو كان بكام؟ ربنا ما انا فاكره ب 60 ولا ب 70 ولا ب 80، مش عارفه. المهم الاكل ده طبعا هيتعمل بكره، لكن النهارده انا جبت وانا جاي تاني يا ولاد وروني كده. دي ايه ده؟ دي كابوريا كمان اهو. شفتوا؟ دي كابوريا. الكيلو فيها ب50 جنيه. شوفوا مبطرخه ازاي وكلها لحم. بس انا دايما احب الصغيره بصراحه. الكبيره دي يعني كبر في الفاضي وتلاقيها فاضيه. ودي سمكه صغيره جايباها نشويها نتغدى بيها النهارده. شايفاها عامله ازاي؟ جميله. دي هتتشوى نتغدى بيها النهارده وانا ابو حسين. وسمك تاني اللي هو ايه بولتي اهو. دي نضفتها اهو. دي تاني يوم بقى نضفتهم وكل حاجه اتعانت في التلاجة، وفصصت الجمبري من القشر اهو نت. وانا قاعده كده والكبيره سبتها هي نت. وايه تاني؟ والكابوريا برضو كنت عينه. كل حاجه كانت متعانه في متكيسه ومتعانه في التلاجة. ودي ايه يا قلبي؟ دي القشر اللي طلع من الجمبري اللي هو الروس. هترميه؟ لا ابدا. هعمله شوربه برضو واسقيها للرز ولشوربه السفود بتاعتنا اهو. غسلاه ومنضفاه وعيناه برضو في التلاجة اهو. ده قعدت بقى فيه كده، قعدت عليه كده مع نفسي وقعدت فصصت اهو. شايفين طلع منه قد ايه؟ ودي الكابوريا اهي، ودي السمك بلطي. اه ابو دوما دوما حبيب قلبي تيتا بقى واقف يساعد. قلت له اغسل ايدك يلا. راح غسل ايده ونضفها وراح جاي جاري. قال لي اعمل معاك يا تيتي. احط دي في الحله يا تيتي. يا دومه. قال لي انا هحط دي في الحله. قلت له طب اغسل ايدك كنت هتعمل معايا. قال لي ماشي حاضر. غسل بصراحه وجا عمل ويايا اهي. كده حلو. كده حلو. كده تمام اهو. احط كله في الحله بقى وانقي الصغيره اللي انا هحطها في شوربه السفود. وفي نفس الوقت انا حطيت على الرز بتاع الجمبري ميه هناك اهي، وحطيتها عشان تغلي، عشان خاطر اعمل بها ايه؟ اعمل بها شوربه اسقيها للرز واسقيها لشوربه السفود بتاعتي. هقطع هنا بقى طماطم وفلفل وبصل. ماشي. هقطع فلفل وبصل وايه وطماطم عليه. واحط معلقه توم، واحط شويه فلفل اسمر وشويه كمون وشويه ملح. لو عندك بقى بهارات سمك مشكله حط منها. ماشي اهو. بس كده. اشرب يا دوم. طب شوف ماما عايزاك لايه اجري. كده تمام. كده تمام. قطعت وتعالوا بقى جبت الجمبري الكبير اللي انا كنت نقضاه منه اهو. ده نقضاه منه لان انا جايباه. هحطه كمان مع الكابوريا واسحطه مع بعض يستوي. ولا تقلبي ولا حاجه. هحط بقى على اللي انا هعملها شوربه سفود، احط عليها بصلايه برضو وطماطميه. ولسه هقطع فلفل. انا ما حطيتش القرن الفلفل على الكابوريا. نرجع نحط القرن الفلفل تاني. هحط ده برضه هتبلها بالبهارات. يعني دي هتبلها بالبهارات برضه عشان ما انا هاخد منها برضه واستعملها. ايدك يا معلم دوم. ايوه. بصي تعالي بقى احط عليها قرن فلفل كمان اهو. وغطيها بقى وسيبها لما تبوخ. ويا دوبك نشكشكها كده نقلبها ونهشتكها. ونروح حاطه لها الميه. كده تمام. دي بقى هسيبها تغلي اهي. وتعالوا بقى يلا نشوف هنعمل ايه تاني يا ولاد. شايفين؟ شكشكايه عسليه. ايوه هشتكاها كده اهي. بصوا في ثانيه بتحمر ازاي. كده عايز هسيبها برضو كمان 5 دقايق في عرقها برضو. وارجع احط الميه اهو. كده تمام قوي. ميتها على كده تشربيها، يعني لو حابه تشربها تشربها بتبقى حلوه. كده تمام. كده تمام. نعمل ايه تاني؟ يلا نغطيها ونحطها على العينة التانية. وتعالي يا شوكولاتة نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هبدأ وهعمل بشوربة السي فود. اه هعملها الاول.
يعني اعملها واركنها على جنب مع نفسها بقى كده ونشوف غيرها. ماشي. انا حطيت معلقتين زبده كبار حلوين محترمين، ومعاهم بصله فرماها ناعم سمسم. يا اما تحط البصله بحالها وترجعي تحشيها، يا اما تحط نعمها سمسم كده ما تبانش. نحط الجمبري بقى الكميه اللي مطلوبه نحطها، عشان الباقي انا هحطه في الرز. يو اندرستان؟ ايوه. واحط الكابوريا معايا اهي وشكشك. بصراحه ما لقيتش لا سمك فيليه، ولا لقيت اللي هو البتاع الجندوفلي، ولا الصبيط. ده انا جيت اجيب كيلو صبيت بقول له ب 400 جنيه. ليه يعني؟ بيكلم نفسه ولا بيحكي لنا حدوته قبل النوم؟ ايه المرار الطافح ده؟ ب 400 جنيه ليه؟ قلت له والله ما انت منقول من مكانك خليك. ايه ده؟ مش ضروري يبقى فيها صبيت يعني. اهو شويه جمبري من اللي بعيطوا على امهم، كابوريتين تلاتة اربعة خمسة، وهعمله. جبت بقى شوربه من اللي انا حطاها في الرز دي ورحت حاطه منها اهي. وانا طبعا انتوا عارفين انا بحب اعمل السفود باللبن، بصراحه بيبقى حكايه، بنقلك لمكان تاني خالص. نحط بقى شويه فلفل اسمر وشويه ملح. تمام قوي كده. عندي بقى شويه حليب بقشطتهم اهو. تعالوا لسه بقى عندي قشطه. انا بدل ما بجيب الكريمه اللي هي اللباني اللي بتتحط، لا، انا بيبقى عندي كريمه هي اللي هي القشطه. شوفوا القشطه اهي، دي بحطها مكان الكريمه بالظبط. واحط شويه اللبن اللي لسه عندي، دي بتسد عندي مكان علبه الكريمه اللي بجيبها بالشاي الفلاني. طبق قشطه حلو محترم كده تروح حطاه. معلقتين دقيق بقى في قلبه نص كوبايه ميه وقلبيها كده وانزلي بقى، بتخلي الشوربه كريمي كريمي كريمي. شايفين؟ حاجات من البيت بتغنيكي عن الحاجات اللي بتشترى من بره. اه والله العظيم. خلي بالك اوعي تخليها تغلي، يا دوبك تفقم بسيط كده. دي عود كزبره بقى وخليه يكسر اللون كده، وحطيتها في قلبها. يا دوبك بصوا، اي ما تفقم اي ما تفقم، واروح مطفيه النار على طول. كده تمام كده تمام. اهي. اي ما تفقم واطفي النار عليها عشان ايه؟ ما تخرجش منك، لو غلت اللبن هيخرز منك. تعالوا بقى نعمل الرز. معايا برضو بصلة ناعمة اهي، اقلبها كده بالراحة في معلقتين زبدة. الزبدة الراعي الرسمي بتاعنا النهاردة يا ولاد. بعد ما حطيت البصل ودي بالبسيطة اهو، انزل بالفلفل بتاعي. مش شرط يعني يكون فلفل الوان، الموجود عندك. انا عندي فلفل رومي اهو عملت بيه. حلو اخضر يعني، ما فيش احمر ولا اصفر نحط الاخضر يسد المشكله. بقيت الجمبري اللي معايا احطه بقى بس كده. شايفين؟ النبي نفع يا ولاد وزي العسل. اهو. قلبي بقى لغايه ما ايه الجمبري يتشوح معاكي، وتحط عليه شويه فلفل اسمر وشويه ملح. عندي بقى صلصه، مش هضرب طماطم ولا حاجه. عندي صلصه، عملت معلقتين بس هحطهم كده واشوحهم احوش المضه الحافظه اللي فيهم، واروح نازله بايه يا قلبي. اهو بعد ما يتشوح احط البهارات بقى اللي معايا اللي قلت لكم عليها، شويه فلفل اسمر وشويه ايه ملح. كده تمام. الشوربه عندي اللي هي بتاع الرز اهي بتغلي على النار، باخد منها الكل اللي اعمله. سايباها تغلي واهي تغلي واخد منها. شايفين؟ هاخد منها للرز. بدل ما احط ميه تانية هجيب من الشوربه دي واحط اهو. شايفين يا ولاد؟ شايفين يا ماما عسلي؟ قلبها بقى لغايه ما تغلى، واروح نازله بالرز. اهي بتغلى واروح نازله بالرز على طول. كده حلو كده حلو، اظن ماشيين لحد دلوقتي تمام. تمام التمام اهو بس كده. حلو قوي كده. يلا يا شوكولاته، نقلبه بقى وننقله على عينه التانية الهادية عشان ما يلسعش مننا. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. واحدة واحدة يا ملواني. بس كده بس كده. حشي بقى كده الشوربة دي عسلية. نقلت الرز مكانها، وجبت الصينية اللي هقلي فيها الطماطم اللي انا هعملها للسمك. ما احنا معانا سمك مبروك، هنعمله صينية في الفرن. ركزي يا شوكولاتة ركزي يا اختي. بصلة برضو فرماها ناعم سمسم، واحط عليها رشة ملح، وشوحي بقى وقلبي ايه لغاية ما تصفر. لسه خلاص هيختمها. شايفين الرز بتاعي عسل. هدي عليه النار بقى وسيبيه مع نفسه ياخد ويدي بشكل ودي يا قمر. قلبي بقى لغايه ما البصله معايا تدبل خالص وتدي لون اصفر كده يعني اهي عسل. ونروح نازلين بالطماطم. شايفين اهو. اوعى تلسع منك، لا هتتحرق. ايوه دايما عينك مني. شايفه كده تمام قوي. قلبي بقى انزلي بالطماطم. يلا يا عسلية انزلي بورق الحائط شاطره. حلوه حلاوه ما شافتهاش العين على حد. طعمة طعامة. ابو حسام بموت في السمكه دي. بحب سمكه المبروك. هي حلوه وجميله وكل حاجه، بس فيها سفه.
اه والله، هو اللي بيعرف يتعامل معاها بصراحة. كده تمام، شوية كمون، شوية فلفل أسمر، عندك شوية بهارات سمك حطي، ولا اوعي تنسي تحطي نص معلقة سكر عشان خاطر الحموضة والكلام ده والطماطم. تعالوا بقى نعمل ايه، نتبل السمك بتاعنا. هات شوية خلطة سمك على شوية توم على شوية ملح على، قلبي. وتعالي بقى ايه، نتبل السمك ونسيبه شوية. ماشي اهو، ان معاه في مية وليمون وملح ومخليه ايه عسل. ايوه نتبله كده ونحطه في التتبيله. وتعالي يلا يا شيكاليتو، ويلا بينا على عزب الكيمو. تبلته، سيبيه بقى مع نفسه يا قلبي. وتعالي يلا نشوف ورانا ايه. نجيب صينيتنا، وتعالوا بقى نقلي سمكة المبروكة عشان ننزلها في الصلصة. الصلصة بتاعتنا بتسبك اهي، وتمام التمام. ما عادش الا بس نحمر السمك ونسقطه في الصينية وندخلها في الفرن. اي والله، يا دوبك نسقطها في الفرن، نسقطه ايوه كده، وندخلها في الفرن يلا. إيه بقول ندخلها في الفرن، نحمر السمك ونسقطه في الصينيه على طول. يلا يا شيكاليتا. ويا مزازة القمر على ورق الليمون. كده حلو، كده عسل. يلا اهو، شوف يا دوبك بصفرها، لان هي لسه هتكمل سواها في الفرن وبتحمر في الفرن. اهي واحده واحده كده، واحده واحده، يا ملواني. واحدة واحدة، تعال الساعة واحدة. بس كده، أنا بصراحة باكل فيها الراس دي، الراس دي اللي أنا بمصمصها، لكن الباقي ما اعرفش أتعامل معاه. يا رب والله ما بعرف أتعامل معاه. بس سمكة كانت عسل، وشفت البطارخ بتاعتها، بحمرها كمان أهي. جيبي بصلة بقى اعملها طرنشات على الوش كده. أيوه، بس كده. وهجيب ليمونة برضو أقطعها وأحطها على الوش، ويا دوبك أحط لها شوية مية وأدخلها بقى في الفرن. أيوه، حلو قوي كده. يلا يا قلبي، لسه ناقص ايه يا عسلية؟ بس المية. ايوه، والفرن شغالة، ادخلها فيه بقى ايه، تاخد وتدي بشكل ودي. تعالوا بقى نحمر بقية السمك يلا. يلا يا قلبي، كده حلو كده حلو. ايوه. مم. حلو قوي. انزلي 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 بالسمك، يا حمار ايوه. وحمر واطلع الباقي. شايفه لونه جماله. اظن ما خدناش حاجه في غدا النهارده. تدخل المطبخ كده، اكلات الاسماك دي ما بتاخدش وقت، ده فريرة. ايوه كده، شاطرة يا عسلية. حلو قوي كده. ايوه رصي سمكك. يلا يا قلبي، كده خلصنا غدانا اهو يا ولاد. وصينية الفرن السمك طلعت كمان معانا في الفرن. والسمك بتاعنا خلص قلي اهو، عسل العسل العسل. والسمك بتاعنا بقى قشطة، شايفين؟ عسل يا عسلية، تسلم ايديكي. عملنا مع بعض شوربة السي فود، وعملنا مع بعض الرز بالجمبري، وعملنا مع بعض الكمبري والكابوريا. كده يومنا النهارده عدى بكل سلاجة ولطافة. كده بقى ما تنسوش تدعوا دعوة حلوة من قلبكم يا ولاد، لعل الله يستجيب لكم. لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. ما تنسوش تدعوا لكل مريض ان ربنا يشفيه، وكل متوفي ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة ان ربنا يكرمه ويرضيه. وما تنسونوش دايما معاكم بالدعاء. نفس اللي وصل معانا لعندي هنا في الفيديو يعمل لايك وشير وفعل الجرس، واللي ما وصلوش الإشعارات يلغي الاشتراك واشترك تاني. وما تنسوش بقى دعوة حلوة من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وتعليق حلو منكم.